السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق. حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة، كل سنة وانتم طيبين. النهارده جايه لكم بوصفة جديدة هتعجبكم قوي. وصفة حاجة ما بنستغناش عنها طول شهر رمضان. طول الشهر احنا بنستخدم الوصفة دي كلنا بنستخدم الوصفة دي. طول الشهر بنحتاجها لحاجات كتيرة قوي، الأكلات كتيرة جدا. اول حاجه كده عملت كده منها برطمان. وزي ما انتم شايفين هي واضحه جدا ان هي دي طحينه. عملت منها برطمان. البرطمان ده كافي يكفيني ان شاء الله طول شهر رمضان وزياده كمان. لان انا مش هستخدمه اكيد كل يوم كل يوم كل يوم يعني، بس هستخدمه كتير. آه مبدئيا الطحينة ليها سرين. السر الأول بتاع المصانع، ليه الطحينة بتبقى تقيلة قوي وكل ما بتقعد بتتقل وبتربط معايا جامد وبتبقى محتاجة ان هي تتفك بزيت. هقولك على السر ده في الفيديو بتاعنا ان شاء الله النهارده. بس ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبك في كومنتات، علشان تشجعوني انزل لكم وصفات جديدة ان شاء الله. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول. ومعايا سمسم. السمسم ده مش متحمص. معايا كوبايه معياريه، كوبايه الشاي. 3 كوبايات معياريه بالظبط. 3 كوبايات من السمسم دول 3 كوبايات ومعياريهم بالمج ده. 3 كوبايات من السمسم هحطهم في طاسه كده ناشفه ما فيهاش اي حاجه، وهرفعهم على النار. وهبدأ أحمص السمسم بتاعي. مش هحمصه، هبدأ أسخن السمسم. أنا عايزة السمسم يبقى سخن معايا، ما يبقاش متحمص. هفضل اقلب فيه كده ولحد ما يسخن وايدي تبدأ تستحمل السخونية بتاعته. بس مش هسيب خالص التقليب، ايدي دايرك كده، ده شغالة تقليب فيه. تمام. هقلب فيه ومش هشيل ايدي من الطاسة او الحاجة اللي انا بقلب فيها لحد ما يوصل للسخونية اللي انا محتاجاها. هقولك بقى على وصفة حلوة قوي في الطحينة دي، وممكن تستغني عنها. انا عن نفسي استغنيت عنها لان انا بحب اكل الحاجة بطبيعتها، محبش اضيف فيها اي اضافات او حاجة زيادة يعني، فاهمة؟ تديها طعم غير طعمها الاساسي. فخلينا في الطعم الطبيعي، ومفيش احلى من الطبيعي في الاكل وفي كل حاجة بصراحة. هقلبه كده وبفرده في الصينية او في الطاسة بتاعتي علشان يسخن كويس قوي كله. وهقلب بقى ايدي بالمعلقة على طول كده، وباشوفه كده من وقت للتاني بامسكه بايديا. طبعا انتي مش حابة تعملي مثلا تجيبي سمسم او تحطيه على النار. هقولك تجيبي نص ابيض ونصه سمسم يعني احمر اللي هو متحمص. بتجيبي نص من ده ونص من ده. بتجيبي نص الكمية كده ونص الكمية كده. يعني هعمل 3 كوبايات، هعمل كوباية ونص أحمر وكوباية ونص سمسم أبيض. تمام. وهتستغنى عن الخطوة اللي هي بتاعة التحميص. بس أنا أفضل إن هي بتسخني السمسم بالشكل ده، بيديله طعم تاني خالص، بتدي للطحينة طعم المصانع بالظبط. هسخن السمسم افضل من ان انا اجيبه نص ونص بصراحه. هقولك برضو احنا هنضيف ايه تاني يعني. بصوا ايدي بتستحمله ازاي، يعني انا ماسكاه ما حرقتش السمسم، انا حمصته بس خليته احمر يعني سخن معايا، ما احمرش، هو سخن معايا. وهاجي بقى هنا احط السمسم كله في الخلاط. خلاط انا هعمله في الخلاط متواجد في كل البيت. انا ما عنديش كبة، فانا هشتغل في الخلاط عادي جدا ومفيش حاجة هتعطلني. هبدأ احطه في الخلاط السمسم كله من غير اي مواد، والخلاط بتاعي ناشف مفيهوش اي حاجة. واروح محطة السمسم بتاعي كله مفضياه كده فيه. هضرب بقى السمسم بتاعي من غير ما اضيف عليه اي حاجة، وهحط عليه بس نص كوباية. 3 كوبايات حطيت عليهم نص كوباية من السمسم الأحمر اللي هو متحمص. يعني أنا حطيت كده 3 كوبايات سمسم أبيض، نص كوباية من السمسم المتحمص، بس كده علشان تديني الطعم والريحة بتاعة المصانع بالظبط. وهبدأ أضرب السمسم بتاعي كده بالسباتيولا كده. وهو بيضرب في الخلاط هبدأ أقلب بالسباتيولا بتاعتي أو بالمعلقة. بصوا بفصل الخلاط واروح مقلبه، بفصل الخلاط واقلب. انا عايزه السمسم بتاعي تبقى عامل زي حبات الرمل كده، شايفين؟ يبقى مرمل معايا.
بصوا شوفوا شكله بقى عامل ازاي، بقى عامل زي حبات الرمل بالظبط. هضربه ضربتين كمان علشان انزل كل اللي فوق، يعني اقلب السمسم اللي فوق انزله تحت، وهكذا اللي تحت اطلعه فوق كده. البرطمان ده عشان تجيبيه من بره والله العظيم يعدي ال50 جنيه دلوقتي واكتر. يعني عشان تجيبيه من بره يعدي 50 60 جنيه دلوقتي، في الغلا اللي احنا وصلنا ليه دلوقتي ده. تعالي بقى اعمليه في البيت، شوفي التوفير هيبقى قد ايه معاكي. هحط بقى السمسم كله معايا كده. بصوا مرمل ازاي. تعالوا بقى نشوف الخطوة التانية اللي هنعمل، يعني اللي بعد دي على طول. هجيب بنفس الكوباية اللي أنا عيرت بيها السمسم، لكل كوباية سمسم عليها نص كوباية زيت. يعني الكوباية هتاخد نص كوباية السمسم بتاخد نص كوباية زيت. هحط كوباية ونص من الزيت على التلات كوبايات سمسم. كوباية ونص زيت على 3 كوبايات سمسم. والنص كوباية اللي أنا حطيته سمسم متحمص، هحط عليه ربع كوباية من الزيت، ربع كوباية صغيرة جدا. تمام. هبدأ أنا أفضي السمسم بقى. أنا كده ضمنت إن السكينة بتاعة الخلاط معلهاش أي ضرر. حطيت المادة السايلة بتاعتي من تحت. هضرب بقى في الخلاط وبالمعلقة كده أو بالإسباتيلا معايا، وأقلب بقى كده وأنزل الخليط كله، وأنزل السمسم بتاعي في قلب الزيت. وأهي ربع كوباية ضفتها من فوق علشان تسهل عليا ضرب في الخلاط. بصوا بقى، وبالمعلقة كده وألم. شايفين؟ علشان كله يتضرب لازم تضربي كله في الخلاط كويس جدا، وتسيبيه بقى يعني تهدي كده عليه الخلاط، وتشد الخلاط. المهم ان هو يتضرب كويس قوي. شايفين لسه محقق فيه حبيبات ازاي؟ لسه بدري عن ان انا انزله من على الخلاط دلوقتي. هفضل اضرب فيه لحد ما يبقاش باين فيه المعلقه غير ان هي يعني سايله كده خالص. سر المصانع بقى، تعالوا بقى في السر في المعلقة دي. معلقة دقيق ممسوحة. أنا مش عايزة أضيف أي حاجة تضيع طعم الحاجة الطبيعية بتاعتي، يعني الطحينة بطعمها الطبيعي بصراحة أحلى. فسر المصانع هو الدقيق. بيضيفوا دقيق على الطحينة، علشان كده الطحينة لما بتقعد عندك في التلاجة بتربط، ولما بتيجي تفكيها بمية سخنة بتربط معاك، بتتفكي معاك وترجع تربط لو سبتها شوية. فاهميني؟ بتتقل بمعنى أصح. فهي ده سر المصانع، معلقة دقيق. تعالوا بقى نجرب كده مع بعض الوصفة دي بالدقيق هتبقى ازاي. هضيف معلقة دقيق كده، معلقة دقيق كده كبيرة. بصوا، وهضيف عليها الطحين تدريجيا، وهقلبه وهوريكم بصوا تربط ازاي معايا. انا مرضتش اضيف على غير معلقه واحده على اللي كنت بضربه في الخلاط، لكن اللي انا بعمل لكم بالتيست ده زي اللي بتاع بره بالظبط، بتاع المحلات وبتاع المصانع بتاع الشركات. فاهميني؟ شايفين؟ وانا بقلبها بتربط معايا وبتفك ازاي. احط عليها حبه تاني سايل. انا حبيت اخلي الطحينه بطبيعتها كده لان هي مع الوقت هتقعد وهتتقل. شايفين؟ لو انت عايزاها تقيله وعايزه بقى كميه رهيبه يعني هتضيفي الدقيق، هو ده بس السر بتاعها. فكتها بحبه زيت كده. وزي ما انتم شايفين دي الطحينه بتاعتنا بقى اللي بتجيبها من بره. والحبه الصغننين خالص دول يعملوا 10 جنيه 15 جنيه في الغلا اللي احنا فيه ده. تعالي بقى شوفي احنا وفرنا قد ايه. عملنا برطمان يكفينا الشهر كله. ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبكم. باي باي.